الفرق بين الاهلي وبين نادي الزمالك؟ يعني النادي الاهلي خسر نهائي دوري الابطال 4 سنين في مده زمنيه قصيره جدا، بس في نفس الوقت الاهلي عرف يرجع وياخد البطوله بدل المره 2. ايه الفرق بين الاهلي والزمالك؟ الفرق بين الاهلي والزمالك ان احنا اقرب مثال الموسم اللي فات كان الاهلي خسران كاس مصر وخسر الدوري وخسر نهائي دوري ابطال افريقيا قصاد الوداد. كان الاهلي يعني مش الفريق القوي اللي احنا نقدر نتكلم عليه زي دلوقتي، بس برضو الرك على الاداره. الاهلي الاداره لمت وعملت صفقات وصفقات 10/10، وابرزهم صفقه مروان عطيه وصفقه احمد القندوسي. ويعني الصفقه الاهم، انا كمشجع زملكاوي ما بحبوش بس ملهاش دعوه بالعاطفه، هو كهربا. يعني كهربا بمسافه 3 مهاجمين دلوقتي، يعني هو احسن مهاجم في مصر حاليا ويستحق ان هو يقود منتخب مصر. يعني انا ما كنتش اتوقع ان انا اقولها ان هو حاليا احسن من مصطفى محمد، لعيب بينزل ينفذ المطلوب منه. هل انت شايف ان كهربا مستواه الجيد ده يرجع لان هو لعيب بيتميز بالعشوائيه؟ والعشوائيه في لغه الكوره بنقول ان هو لعيب ما بيميلش لمركز معين، بل هو لعيب بيقدر يفضي المساحه لزمايله، وفي نفس الوقت حركته مش محدوده في الملعب او مش محدوده في الصندوق بالظبط. عشان كده كهربا بيقدر يسجل اهداف وباهداف بشكل مختلف. صح جدا. يعني انا بشوف في كهربا ان هو اللي عنده مش عند مهاجمين كتير. يعني هو النقطه اللي بتميزه عن محمد شريف ان كهربا يعني خفيف في حركته، بيعرف يتحرك كويس جدا ويعرف يتحكم في الكوره احسن من محمد شريف واحسن من ناصر منسي حاليا والجزيري، واحسن برضه من مصطفى محمد في الكوره على الارض. كهربا عنده المهارات والرأسيات برضه اتطور جدا في الفتره اللي كان قاعدها. يعني لعيب غيره كان فاقد الامل في الكوره خلاص. يعني انت عليك فلوس قد كده وموقوف وممكن ترجع تتوقف تاني، بس هو اشتغل على نفسه وحاول ورجع وخد مكان اساسي في الاهلي، ونستمر على المستوى ده. في مستوى تراجع مصطفى محمد دلوقتي مش زي ما كان في الزمالك. هتلاقي كهربا هو يعني المهاجم الوحيد في منتخب مصر، يعني المهاجم الاساسي. ايه هي الصفقه اللي لفتت نظرك في الفتره الاخيره في نادي الزمالك عموما؟ الصفقة اللي لفتت نظري من ناحية ايه، كسوق ولا يعني لا، افضل صفقه واسوأ صفقه. أسوأ صفقة جت الزمالك دي انت متعدش. يعني مصطفى شلبي صفقة فضيحة مش صفقة. هل انت رايك ان مصطفى شلبي جه نادي الزمالك مكايده في النادي الاهلي مش اكتر؟ بص، مش تقدرش تقول كده بالظبط، بس انت لعيب هو كان واضح عليه ان هو مش عايز يجي الزمالك، جبته الزمالك. ومصطفى شلبي من اللعيبه الكتير اللي بنقولها ان انت مش ده اللي يلعب في نادي جماهيري. يعني في لعيبه اول ما تشوف الجماهير تتخض. مصطفى شلبي كان اول ماتش ليه تقريبا او تاني ماتش على ما يعني على ما افتكر، اللي هو كان ماتش السوبر، لعب ماتش السوبر قدام الاهلي اللي الزمالك خسره 2-0. هي كانت دي اول مره يشارك فيها اساسي مع الزمالك. يعني دي انت لعبت. انا ما كنتش شايف مصطفى شلبي، انت جاي مركزك الاساسي جناح شمال وجاي المفروض ان انت جاي تعوض بن شرقي، بس لحد دلوقتي انا ما شفتش جناح شمال في الدوري المصري كله قدر يعوض بن شرقي. جيت لعبت قصاد الاهلي وما قدرتش، يعني ما قدرتش. كنت بشوف زيزو يعني اكرم توفيق مع اول تدخلين عليك لقيت المدير الفني نقلك الناحيه الثانيه لان انت مش عارف تعمل قصاده حاجه، وكان لسه اكرم توفيق راجع من اصابه، يعني ما كانش في عز فتراته زي زمان. مش هسألك عن أشرف بن شرقي إن هو هل غيابه أثر على الزمالك، لأن دي حاجة كلنا واخدين بالنا منها، لكن السؤال هنا هل سيف الجزيري اتأثر بغياب بن شرقي وفي نفس الوقت زيزو مش هيقدر ينفذ كل المطلوب منه، أو بمعنى أصح زيزو مش هيقدر يلعب في عمق الملعب وبرضه من على الأطراف؟ هل هنا سيف الجزيري خسر لعيب كبير زي أشرف بن شرقي كان بيخلق له فرص رهيبة جدا؟ وهل مستوى سيف الجزيري الحقيقي بان بعد غياب اشرف بن شرقي وتراجع مستوى احمد السيد زيزو؟ لان ده مش احمد السيد زيزو اللي احنا نعرفه بتاع الموسم اللي فات. اكيد لان احمد سيد زيزو هو طبيعي لعيب برضه بني ادم زي بقيه اللعيبه. لعب 3 مواسم مع الزمالك، انا ما شفتوش بيريح، الله اكبر عليه. هو اتصاب اهو مريح وشكله مش هيلعب معانا السوبر. بس اللي انا شفته ان زيزو بيقدم فوق مجهوداته والزياده، وفضل نادي الزمالك عن عروضها احترافيه كانت جايه له، فضل نادي الزمالك عليها. بس برضه هو مش هيقدر يحارب لوحده. يعني انا بالنسبه لي بشوف زيزو بيلعب مع لعيبه موظفين مش لعيبه كوره. يعني مفيش واحد فيهم بيخاف على التيشيرت بتاعه، مفيش واحد فيهم يعني بيأدي المطلوب منه. يعني حتى المطلوب منك اللي انت بتاخد عليه فلوس ما بتأديهوش. اخر سؤال حابب اوجهه لك، شايف ماتش الاهلي والرجاء القادم مين كفة الطب؟ الاهلي اكيد. والاهلي انا كنت متوقع دي ان الاهلي لو اتأهل من دور المجموعات، هو الاهلي والزمالك كانت الزمالك في فرصه حظوظه احلى من الاهلي بكتير. هل الزمالك ضاع من ايده اسهل بطولة؟ اكيد طبعا. الزمالك لو اتأهل كان هيوصل نهائي، لان انت لو اتأهلت كنت يعني مش بعيد طبعا دي قرعه، انت كنت ممكن تقابل شبيبه القبائل او سان داونز. وبرضه سان داونز انت ما بتلعبش ريال مدريد هتبقى نازل خايف منها.
بس برضه الصفقات مؤثرة وضيعوا ماتش سهل جدا من ايديهم. انت لحد الدقيقة كام كنت انت متعادل مع شباب بلوزداد، والجزيرة طبعا هو السبب الرئيسي في ان انت تخرج من البطولة دي. لو في لعيب مصري عايزه يجي الزمالك مين هو؟ لعيب مصري في الدوري المصري حاليا يعني ما اقدرش اقول حد معين، بس مروان عطية لعيب بجودة، يعني ده اللي تقول عليه لعيب بجودة أوروبية. مين اللعيب اللي راح الاهلي وانت ندمت وكان نفسك يجي للزمالك؟ لعيب راح الأهلي سواء محترف او مصري. سواء محترف أو مصري. سهل عليك. هو مفيش غير واحد بس. هو في كتير طبعا. لا هو احسن واحد الفتره الاخيره اخر 10 سنين يعتبر. هو في كتير طبعا، بس انا بالنسبه لي انا بالنسبه لك انت يعني هو كان هيفرق مع نادي الزمالك عموما. اللي كان هيفرق مع نادي يعني هو مش لعيب يجي يبقى مثلا كان في المركز ده لعيب كويس زيه، لا احنا عايزين لعيب كان هيفرق مع الزمالك عموما. كان هيفرق مع الزمالك. علي معلول طبعا. علي معلول لو كان جه الزمالك كان الزمالك ده بقى في حته تانية. الزمالك بيعاني من مشكله باكات من زمان جدا، يعني بعد حازم امام انا ما شفتش باك عدل جه يمين في الزمالك، ومسوسي بيحاول يأدي على قد ما قدرته. يعني رايك ان فتوح لو خد وقت وخد الفرصه وكان في استقرار شويه في نادي الزمالك يقدر يعدي علي معلول؟ فتوح وطبعا في فرق، يعني علي معلول اكبر من فتوح لسه صغير، مش اللي هو وعامل الخبره فارق. بس انت دلوقتي فتوح كان بادئ الموسم بدايه ولا 4 اسيستات وتقريبا 3 اهداف في اول 4 ماتشات او 5 ماتشات لعبهم، ودي ارقام يعني مرعبه للباك شمال. انت بتلعب باك شمال حتى مش وينج عشان تجيب الارقام دي تبقى عادله في الدوري المصري. بس طبعا الخبر الاسوأ واللي عمله وده يعني سبب فشل اداره الزمالك، اللي هو انت طلعت اشاعه على لعيب عندك هديته. يعني انا شايف فتوح قبل ما الخبر ده يطلع مش زي فتوح بعد ما الخبر ده طلع. طبعا توقعك النهائي بالنتيجه لمباراه الاهلي والزمالك في السوبر 5-5؟ بعيدا عن العاطفه، الواقع اللي انت شايفه. الواقع اللي انا شايفه يعني اتوقع ان الاهلي يكسب 3-1. شكرا جدا ليك، واحنا سعدنا باللقاء اللي احنا بنعمله معاك ده، وان شاء الله نعمل معاك لقاء تاني بعد ما الاهلي يتوج ببطولة السوبر. ان شاء الله.